تخيل معايا ان انت ممكن تتعرض للاختراق من مكالمة على اي برنامج من برامج التواصل الاجتماعي. يعني على سبيل المثال ممكن مكالمة صغيرة جدا على اي برنامج من برامج التواصل الاجتماعي تعرضك انت واسرتك لاختراق كامل. وعلى فكرة مش لازم ابدا ان الضحية ترد على المكالمة، مجرد فقط ان التليفون رن عند الضحية، هنا الضحية تعرضت للاختراق. بس الخبر كويس ان كل منصات التواصل الاجتماعي قفلت الثغرة دي بشكل كامل. بس مش معنى كده ان انت تكون مش معرض للاختراق، بالعكس انت ممكن تكون معرض للاختراق بشكل كبير جدا من خلال لينك بسيط او من خلال اي نوع من انواع الملفات اللي ممكن يتم ارسالها لك. بس هل تعرف ايه الغلطة الناس بتعملها تخلي الموضوع اسوأ من كده؟ الخوف هو المفتاح للهاكر. بمعنى ايه الكلام ده؟ على سبيل المثال البسيط جدا ان ممكن الهاكر لو حس للحظة واحدة بس بسيطة قوي ان انت خايف منه، هو هنا تملك منك بشكل كبير جدا. هنا انت مش قدامك الا كذا خيار، يا انك انت تلجأ لحد مختص او ان انت تبلغ اقرب الناس ليك. هنا يجي بقى دور المختص، لانه هو بدوره انه هو بيدور على صاحب الحساب او البيانات تبع صاحب الحساب الوهمي اللي هو قاعد بيقوم بعملية الابتزاز الخاصة عليك. ممكن بكل بساطة المختص يجمع معلومات خاصة بصاحب الحساب المجهول، او انه يعرف اللوكيشن بتاعه، بمعنى الموقع بتاعه الحقيقي على الخريطة، او شركة الانترنت اللي بتزود الجهاز بتاعه بخدمة الانترنت. فيجي حد يسألني بكل بساطة إيه المشكلة لما يعرف خدمة الانترنت المتوصلة بالجهاز تبع الشخص اللي قاعد بيبتزني دلوقتي؟ بكل بساطة جدا، انت ليك رقم حساب موجود على الانترنت اللي هو الاي بي، ليك الماك ادرس، ليك كذا معلومة. مجرد ان انت تتصل على الانترنت فانت كل معلومات الجهاز، حتى لو انت فاتح من خلاله حساب وهمي، كل المعلومات دي بتتورد للشخص المختص بمجرد ان هو عارف شركة الاتصالات ويقوم بالتواصل مع شركة الاتصالات ومعرفة كافة المعلومات عن الحساب المجهول ده. وما عرفش كمان ان الرقم التسلسلي الموجود للجهاز متورد عند الشركة بالفعل. وده بيساعد الجهات المختصة والمحققين الخاصين في الجرائم الإلكترونية بمعرفة وتحديد هوية الجاني. طب ليه هنا الضحية بتخاف؟ لأن أصلا كل المعلومات دي ممكن الجهات المختصة أو أي حد من المحققين المختصين بالجرائم الإلكترونية يعرفوا هوية الجاني المنتحل شخصية الحساب المجهول لغرض الابتزاز أو أي جريمة إلكترونية تانية. ما تقلقش أبدا أن الموضوع حساس زي ده بيتم تخليصه في سرية تامة، سواء من الجهات المختصة أو من خلال مختص بالجرائم الإلكترونية. الخوف من المبتز اللي هو بيحسه منك يخليه يسيطر عليك بشكل كامل. بس يجي السؤال هنا، لو أنت دفعت للمبتز هل الموضوع يتوقف هنا ولا لا؟ نقدر نقول بكل بساطة إن الموضوع بالضبط عامل زي الجمعية الدائرة، كل واحد بياخد دوره. يعني إيه الكلام ده؟ هو النهاردة أخذ منك فلوس، بكرة هياخد من ضحية تانية، بعده هياخد فلوس من ضحية ثالثة، لحد ما يجي عليك الدور مرة تانية هياخد منك فلوس بدل مرة 10 مرات، والموضوع هيقلب معك بدل ما هو فاتورة شهرية ممكن تعتبر إنه هو فاتورة أسبوعية. لأنه بكل بساطة هو مخترق جهازك وبيعرف عنك كل فترة والتانية معلومات أكتر. خطوة التطهير هي أول خطوة في حل الجريمة الإلكترونية، وبعدين نبتدي عملية جمع المعلومات عن الشخص المجرم، وبعدها بكل بساطة هنوصل لآخر مرحلة وهي مرحلة الوقاية. وعشان ما تقعش في أي نوع من أنواع الابتزاز الإلكتروني المنتشرة حاليا في الوطن العربي لازم أن أنت تعرف أنواعها. النوع الأول بكل بساطة هو الابتزاز الجنسي اللي بيتم من خلال العلاقات السابقة أو من خلال برامج التعارف المنتشرة حاليا. النوع الثاني بكل بساطة هو الابتزاز الإلكتروني من خلال السحر والشعوذة، لأن للأسف في فئة من ضعفاء النفوس اللي هم بيصدقوا أن في ناس روحانيين ممكن يحلوا لهم مشاكلهم وهم قاعدين في بيوتهم بدون أي تواصل ولا أي تواجد معهم. ثالث نوع وده منتشر جدا الفترة الأخيرة وهو عرض الوظائف برواتب مغرية. النوع الأخير ده من الابتزاز بقى منتشر جدا الفترة الأخيرة لأنه بيتم عرض وظائف برواتب مغرية جدا، والناس بيروحوا وبيقدموا في الوظائف دي. ممكن المخترق يخترق أجهزتهم ويتحصل على معلومات حساسة زي صورهم أو فيديوهاتهم أو أي ملفات من الملفات الموجودة على الجهاز. لازم تكون حذر على الإنترنت بشكل كبير جدا، يعني بلاش تضغط على أي روابط ما تعرفهاش، ما تستقبلش أي ملفات من أي ناس غريبة، حتى خاصية استقبال المكالمات الغريبة على أي برنامج من برامج التواصل الاجتماعي لازم أن أنت تقفلها بشكل كامل. وبلاش تشارك نهائيا بياناتك مع أي حد على الإنترنت أيا كان من هو، لأنه ممكن بكل بساطة أن في شخص يكون منتحل شخصية حد عزيز عليك أو حد قريب منك ويكلمك على أساس أنه هو. وفي الفيديو الجاي هتكلم إزاي أن أنت تستخدم الإنترنت بشكل آمن جدا، وإزاي أن أنت تحمي نفسك وتحمي أفراد أسرتك بعيدا عن أي شبهات، بعيدا عن الجرائم الإلكترونية بشكل كامل.